ازاي تبدأ السنة الجديدة؟ رقم واحد، لا تبكي على الأطلال. لو تقديرك السنة اللي فاتت ما كانش أحسن حاجة ما تفكرش فيه بزيادة، خدها كحافز إن أنت السنة دي هتعلي على نفسك وهتحقق تقدير أعلى ومش هتقع في نفس الأخطاء اللي أنت وقعت فيها السنة اللي فاتت، لأن أنت كل ما تفكر في القديم هياخدك لورا، مش هتحقق حاجة جديدة. فبالله عليك فكك من اللي حصل، ابدأ بداية نظيفة، حط في دماغك إن شاء الله السنة دي أنا هحقق حاجة. رقم اتنين، حط هدف جديد السنة دي. السنة دي ملهاش علاقة خالص بالسنة اللي فاتت، أنا ممكن السنة دي أحط هدف إن أنا هرتب على الدفعة أو إن أنا هجيب تقدير كويس أو أحقق حاجة في أي مجال تاني مش شرط الدراسة بس احط هدف بجد سمارت. الهدف السمارت 5 حاجات: ان هو يكون سبيسيفيك، محدد، انت عارف انت رايح فين بالظبط. تاني حاجه ان هو يكون ميجربل، قابل للقياس، تقدر تحدد البروجريشن بتاعك فيه، وصلت لفين، اللي هو انا بعلى في الدرجات او انا الريتش بتاع القناه بتاعتي بيعلى او ايا كان، انت ممكن تقيس الهدف بتاعك بطريقه ما. رقم 3، اتشيفبل يعني قابل للتحقيق. ما تروحش الهدف مش هتقدر تحققه السنه دي او صعب جدا، ما تخليش هدفك يعجزك، خليه يشجعك ان هو فعلا انا اقدر احقق ده، فانا اوريدي هسعى لده. رقم 4، ان هو يكون رياليستيك وان هو يكون واقعي، وده قريب قوي من اللي احنا اتكلمنا فيه في ال3 خطوات اللي فاتوا. رقم 5، وهو ان هو يكون تايم، يعني محدد بوقت. ما تقولش ان شاء الله هبقى اعمل كذا في وقت ما، يعني لا، لازم تحط ان انا الاسبوع ده خلص الكونتنت الفلاني، الشهر ده لازم اكون مخلص المنهج عشان عندي امتحان اخر الشهر. ما تسيبش نفسك للوقت لان الوقت دايما بيسرقنا، فما تقعش في الفخ ده. رقم 3، ودي سبب تسويف كبير جدا احنا بنقع فيه، وهو ان انت بتيأس، تنسى ان كل يوم ممكن يكون بدايه جديده. وفعلا كل يوم ممكن يكون بدايه جديده، مش عشان انت ما ذاكرتش امبارح يبقى انت ما تقدرش تذاكر النهارده، لا عادي. اللي حصل امبارح انت انشغلت مثلا، اهلك طلبوا منك طلبات كتير، كنت بره فما عرفتش تذاكر الكميه اللي انت محددها. ايا كان اللي حصل، النهارده الصبح انا بقوم كده بعمل تو دو ليست لنفسي لذيذه، اللي هو انا هعمل كذا 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 النهارده، خلصتها تمام، ما خلصتهاش قشطه، مش نهايه الكون، المهم ان انا افضل مستمر في اللي انا بعمله. رقم 4، ما تكررش اخطاء السنه اللي فاتت. يعني انت مثلا في امتحان معين وقعت عشان انت كنت بتذاكر بطريقه غلط، في مديول معين او في ماده معينه انت ما اديتهاش حقها في المذاكره وما اديتهاش وقت، فما تقعش في نفس الفخ ده تاني. كنت بتسمع لدكتور ما كنتش بتفهم منه وكملت معاه عشان الطلبه زمايلك بيروحوا معاه بس انت بتفهمش حاجه ورايح معاهم وخلاص، فده خطأ انت وقعت فيه. روح لحد بيفهمك، حاول تتفادى اخطاء السنه اللي فاتت. رقم 5، الصاحب ساحب. لو صاحبك بيرجعك لورا، ما بيخليكش توصل الاهداف اللي انت عايز تحققها، او بيعطلك، بيشغلك، بيسحلك في حوارات انت مالكش دعوه بيها اصلا، فكك منه، اخلع منه بشياكه عادي جدا. يعني هو مش الوحيد في الدنيا، انت ممكن يكون لك اصحاب احسن بكتير، فمصلحتك هي الاهم. حافظ على معرفتك بيه بس ابعد عنه شويه عشان تحقق اللي انت نفسك. اتمنى اكون افدتكم النهارده. اكتبوا لنا في الكومنتس عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه. بالتوفيق.